انت دلوقتي في منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان في الأقصر، هي تقدمي شكوى. عايزين نعرف ايه أسباب شكوتك واحنا بنصور لك ونوصل صوتك للمسؤولين. ايه شكوتك بالظبط؟ احكي لنا. شكوت يا باشا، ده الولد ده انا جاي مين خشب. هو دلوقتي؟ محمد احمد مرسي انت شحات. اسمك ايه الأول كامل؟ اسمي وداد لبيب غبريال عبده. ساكنة في شارع ايه؟ شارع بشوت. في الأقصر؟ في الاقصر. تمام. ايه اللي حصل ايه؟ اللي حصل بالظبط، واحد عربجي جايب خشب لابن اختي، تمام. وانا سامعه دبكه فوق، ونزلت اشوف ايه فيه، لقيت الواد بيداقق، محمد داقق في العربجي. بقول له عيب يا محمد كده. مين محمد ده؟ محمد احمد مرسي. ده ايه ده؟ مسجل خطر هو الواد ده. يعني ساكن فين؟ ساكن في قدام شوقي بتاع الدقيقة. أول شارعكم يعني؟ أول الشارع. طيب وايه جابوا جنب العربية بتاعت الخشب بتاعتكم؟ جه عاوز يسرق خشب، أخوه الصغير عاوز يسرق، باعت أخوه يسرق ضرفة من الظرف. يعني الجماعة دول أصلا يعني شغلتهم ايه؟ شغلتهم سرقة وحرامية، مسجلين خطر دول. يعني مسجلين خطر بيعملوا ايه يعني؟ بيسرقوا خردة وبيسرقوا بيوت وبيسرقوا شنط والمستكلات وكل حاجة فيهم دي. والشرطة عارفاهم يعني؟ والشرطة عارفاهم. تمام. وبعدين ايه؟ ورحت أنا بقول له عيب يا محمد، راح شتمني وقال لي عن دينك ودين ابوك ودين صليب ابوك، وراح ضربني بالقلم على وشي. جه ابوي يتهجم علي، ضربني برضه بالقلم. وانا حوريكم وحولع فيكم. يعني هم التنين ضربوك كده بدون التنين سبب؟ ضربوني من غير سبب، لا معايا راجل قاعد ولا حاجه. والعربجي غلبان. بقول له عربجي غلبان. طب ليه بتعمل كده يا محمد؟ يا انا هشتكيكم في امن الدوله. امن الدوله ما ادانيش حقي. يعني انا عايزها في بدايه المشكله ان في حد بينزل خشب جنب بيتكم، عربجي. بعد كده ابن الراجل ده جه عايز يقلب عربيه الخشب بتاعت ود اختي. انت اعترضتي لما تقولي لي كده؟ انا اعترضت. على اساس انكم جيران؟ جيران. عيب يا محمد. هم ساكنين جنبكم في الشارع على طول؟ اي ساكنين جنبينا. يعني بيتهم يعني على طول بيعدوا علينا. بعيد من بيتكم 200 متر يعني؟ زي من شوقي بتاع الدقيق. ده اسمع. بس فقال لي انا حوريك وحطلع ميتين ابوك وحولع. قال لك ايه بالظبط يعني عشان قال لي يا شرموطه، يا الفاظ وسخه سوقيه. الفاظ مش كويسه خالص. انا بصفتي ان انا انسه ما قدرتش اقول الكلام ده. طيب ماشي. وانت قاعده في البيت لوحدك، معكش حد؟ لا معكش حد. معي بنت اختي انا مربيها. يتيمه. طب ايه سبب ان هو جيرانكم وبيشتمك؟ لاني هو هم عايز يلخموا العربج عشان يسرقوا. طيب بعد ما ضربوكي حصل ايه؟ حصل ان انا رحت اشتكيت وراح. رحت فين اشتكيتي؟ اشتكيت في امن الدوله. كتبت شكوى؟ رحت لامن الدوله. ايوه. على اساس اكتب شكوى. راح امن الدوله قال لا اكتبوا شكوى وهاتوها يعني بالكمبيوتر. تمام. طلعنا فوق قابلنا اسامه بيه، كان العاصم بيه. فراح المباحث من الدوله في الاقصر مش كده؟ في الاقصر اللي هي بعد العذراء بشويه دي. تمام. بس في الدور الثاني. تمام. قال لك ايه الظابط؟ قال لي انت مش ضروري تقولي مسيحيين ومسلمين ومش عارفه ايه. بقول له يعني يا باشا يعني انا جايبه الكلام ده من عندي ولا اللي حصل معايا بالظبط؟ انت معاك شهود على الواقع اللي حصلت دي؟ معايا الاستاذ سعد الله ابراهيم خيل ومراته، بس ما اعرفش اسمها. جيرانكم يعني؟ جيراننا انا. طيب لما رحت من الدوله عملوا لك ايه بعد كده؟ ولا حاجه، عملوش حاجه. قال لك ما عملوش حاجه. قال لي انا هتصل بمحمد بيه المأمور. ايوه. هو فعلا اتصل بمحمد بيه. ومحمد بيه قابلني، كان حضرته بيصلي. احنا استنيناه بعد الصلاه ورحنا دخلنا عليه. بقول له يا بيه ايه بيقول لي ايه اللي حصل؟ بقول له الامر كذا كذا يا باشا. وادي المحضر عندي ضربني وهاني وشتمني وسب لي الدين والصليب. قال لي مش ضروري الكلام ده، اللي قاله لي في امن الدوله قاله لي في البندر. ازاي انا قاعده شكوى في امن الدوله يحولوها لي البندر؟ قال لك يعني انت ما تقولهاش مسيحيين ومسلمين؟ ايوه قال لي كده. وبعدين عمل لك ايه؟ بس وبعد كده راح حولني على مكتب جنبيه. قال لي حولك على النبطشيه يعني؟ النبطشيه. عملت محضر؟ عملت محضر. اللي قاعدين بيقولوا دول يا باشا دول مسجلين خطر عندنا. وبعد ما عملت محضر للمسجلين خطر دول ايه عملوا لهم؟ الشرطه ايه الاجراءات اللي اخذتها يعني؟ قالوا المفروض انا اكون قاعد يبعتوا اللي هم نهنوني دول واشوف بعيني. تمام. ايه اللي حصل؟ ما جابوش حد خالص، وقال هنبعت عربيه ولا يبعتوا عربيه، واحنا وقاعدين بننشر. انا بنشر فوق والواد بيشتمنا ويقول احنا هنولع فيكم يا نصارى.
طب ليه ما رحتيش تاني بعد كده؟ بالليل هطلع بالليل الساعة 12 بالليل. تمام. أنا وبنشر. ولما رحت النهارده القسم تاني المأمور قال لك ايه؟ المأمور بيقول له يا بيه، قال لي أنت يعني دلوقتي بقول له أنت ما بعتوش ولا عملتوش استعدادات يا باشا، ولا حد جانا ولا عربية جاتنا ولا أي حاجة. قال لي يعني لازم تشوف البوكس يجي عشان تشوفيه، لازم تشوفيه. قلت له أيوه لازم أشوفه، والمفروض إن أنا أشوفه عنديكم هنا. اشوف الناس دي عندكم هنا معايا، انا اشوفه. ما فيش حاجه، ما فيش حاجه خالص. المحضر الجاي اداري ولا كان هو مش كده؟ اتركن المحضر، ما فيش حاجه جاتنا. بعد كده قال لك ايه؟ قال لك انت ما تحاوليش تروحي لهم او تيجي من افرضني انت قاعده جنب بكابورت تتكلم يعني هتمشي جنب بكابورت. قلت له يعني البكابورت ده يا بيه انا همشي جنبه، انا بمشي في حتت نظيفه، بمشي جنب بكابورت. ايه بكابورت رانش يعني؟ ايوه يعني قال يعني يعتبر هم البكابورت. طب لما انتوا عارفينهم كده خدوا له حقي. اه طب وانت شايف الناس دول اللي بيعملوا ايه يعني؟ حراميه. والنصارى عندنا هنا خايفين منيهم. مش راضيين يكلموهم، خايفين يسرقوا إيه؟ البيت، يكسروا محل، يكسروا قبل كده كسروا محلات. يعني شغلتهم هم يسرقوا سرقه وخرده، سرقه الخرده الليل كله يسرقوا في الخرده. يعني حتى الكنايس دخلوا فيها يسرقوا. معاهم بنت وواد كمان توأم مسرحينهم، والام برضه بتسرح. حراميه. يعني هتقولي ان هم مسجونين خضر الحكومه ما بتتكلمش معاهم؟ ما بتتكلمش معاهم. طيب يعني مخلينهم دول عصابه في الشارع. طيب ماشي، احنا هنوصل صوتك المسؤولين. انا عايز اعرف ايه طلباتك عايزه حقي. عايزه حقك في ايه بالظبط؟ حقي اني دول سبوني في عرضي. فانا عايزه حقي. الاب بيقول لي يا شرموطه وينعم دين صليبك وانتوا نصارى ما لكمش عازه. احنا مواطنين، احنا مواطنين. ايه مواطنين يعني احنا زينا زي بعضينا. ازاي يعني يشتمونا؟ يعني ازاي يشتمونا؟ احنا جيران. يعني عايز تقولي ان هم ما عدوش الجيره. بيقول لك النبي وسع على 7 جار، ولا احترموا القانون، ولا احترموا الجيران، ولا القانون، ولا خايفين من حاجه، وبيوليهم ناس برضو قاعده مسجعاهم. ايه ناس مسجعاهم؟ نعم ناس من الحمار، عيال صيع برضو يقعدوا معاهم بيتبانقوا وكذا. طيب ماشي، احنا هنوصل صوتك وان شاء الله يبقى في لقاء ثاني. شكرا.